الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا يوسف؟ عامل ايه؟ الحمد لله. يا رب دايما في احسن حال. الله يكرمك. يلا يا سيدي قول لي بقى، انا معاك، قول لي كل اللي نفسك فيه. ماشي، تسلم يا كابتن والله. الله يسلمك يا حبيبي، على راسي. يعني انا في الاول وكده، اه. فانا ما كنتش عارف اختار نظام ايه. تمام. فانا لقيت ان انا يعني من الاخر افضل حاجه يعني ان انزل 4 ايام وكده عشان ظروف الدراسه وكده. تمام، الله ينور. فلقيت يعني لا اما بوش بول ليج امم او ابر لاور. طيب هو انت بتتمرن بقالك قد فانا ايه؟ انا قعدت شهر وبعد كده قطعت. زي الفل. يعني احنا عمرنا بعد التدريبي كده شهر واحد. يعني مثلا شهر، مثلا يعني نقول مثلا من شهر ل 40 يوم كده. تمام زي الفل، حلو قوي. بس طيب ده فيعني بالنسبه انا للتمرين. اه حلو قوي. طب والاكل عامل فيه ايه؟ انا بس عايز اعرف الاجمالي بتاع الاسئله بتاعتك، عشان ايه نرد كلنا مره واحده كده والاسئله ما تتوهش مني. ماشي. الاكل صراحه يعني مش افضل حاجه. طب انت وزنك قد ايه؟ 46 كيلو. 46 يا عم، ايه المشكله يا عم؟ طيب وطولك؟ 165. 165. طولك حلو. وسنك 17 سنه. اه. طيب ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كده يا سيدي، تعالى بس، كل الكلام اللي هيتقال ده انا هقوله لك من وجهه نظري الشخصيه، تمام؟ من واقع خبرتي ومن واقع اللي انا شفته على مدار الحياه. يعني بالنسبه لك انت كاول شهر او اول 45 يوم، احب جدا ان انت تتمرن بروس بليت، عضله مره واحده بس في الاسبوع. طيب تمام. هتقول لي كل الفيديوهات وحتى انت بتتمرن مرتين في الاسبوع، انت راجل ظالم ومفتري. هقول لك لا، استنى. تدعيش عليا دلوقتي. دلوقتي انت، خلينا متفقين اللي انت لسه بقالك شهر في الجيم، فاكيد كل الحركات الاساسيه انت ما بتعرفش تعملها صح 100%. يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده 100%. كل الحركات الاساسيه زي السكوات، ديد ليفت، بنش بريس، شولدر بريس، كل الحاجات دي احنا مش عارفين نعملها صح. صح ولا غلط؟ صح. طيب تاني نقطة مهمة جدا، المدى بتاع الاستشفاء بتاعك. انت لحد دلوقتي ما عرفتش انت مثلا عضلة الشيست بتقعد كام يوم عشان تعمل ريكفري، وعضلة الرجل بتقعد قد ايه، لان مفيش حاجة ثابتة. مثلا ممكن حد كتافه تكون بتخف اسرع من كتفه، اسرع من الشيست، ممكن حد تاني رجليه تكون بتخف اسرع من الباي، في ناس بيحصل لها كده. فاصح حاجة لما بنبدأ في الجيم اللي احنا ناخد عضلة مرة واحدة بس في الاسبوع، نتعلم الحركات الاساسية كلها من اولها لاخرها، ونراقب بقى التطور بتاع التعافي بتاعنا من التمرين. فاهمني؟ تمام. يعني مثلا لو احنا دخلنا مثلا ابر لور او بوش بول او اي حاجه من الحاجات اللي احنا بناخد فيها العضله مرتين، انت مش هتقدر تحكم انت عضلاتك خفت ولا لا، لان انت كده كده جسمك هيكون تعبان، كده كده هتكون مرهق، لان ده حاجه جديده على جسمك. فهمتني؟ ايوه. طيب الحاجه بقى اللي انت بتدور عليها، واللي انا عارف اللي انت بتدور عليها كويس، اللي انت عايز نتيجه سريعه، علشان العضله مرتين في الاسبوع بتدي نتيجه احسن من مره، صح كده؟ بالظبط. الله ينور عليك، الله ينور عليك. طيب انا عايز اقول لك، انت لو رحت دفعت الاشتراك بتاع الجيم بس وهزرت مع المدرب ومشيت، هتعمل عضلات في اول شهرين ثلاثه. ليه؟ لان دي حاجه جديده جدا على جسمك. الحمل اللي انت بتحطه على العضلات، الحمل الميكانيكي بسبب التمرين ده، دي حاجه جديده جدا، فجسمك هياخد اكشن سريع جدا. تمام. تمام. تاني حاجه، انت سنك 17 سنه، عندك شويه تستوستيرون دلوقتي يحركوا جبل.